السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتجهز للدخول لغرفة العمليات. كان مقررا إجراء عملية محدودة، لكن الأطباء تفاجؤوا بوضع أعقد مما كانوا يتخيلوا. نشر الصحفي وائل الدحدوح مراسل ومذيع قناة الجزيرة في قطاع غزة مقطع فيديو بعد خروجه من غرفة العمليات، طالبا من المحبين في كافة أنحاء العالم بالدعاء له. وكشف وائل الدحدوح تفاصيل العملية قائلا: كان مقررا إجراء عملية محدودة، ولكن الأطباء تفاجؤوا بوضع أعقد مما كانوا يتخيلوا، والله من عليهم ومكنهم من إجراء عملية ناجحة استغرقت 9 ساعات. وأضاف: كما يبدو رحلة العلاج تحتاج لفترة طويلة. وكان وائل الدحدوح وصل إلى قطر في منتصف شهر يناير الماضي للبدء في رحلة علاج، بعدما تعرض لإصابة قوية في يده اليمنى في قطاع غزة. نسأل الله تعالى أن يتم الشفاء على خير. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.